في ثالث جولات الدوري الأوروبي لكرة القدم استعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي عضلاته في مواجهة منافسه وضيفه فينرباتشي التركي. كتيبة المدرب جوزيه مورينيو أسقطت الأتراك على ملعب الأولترافورد برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، ووقع أهداف الشياطين الحمر الفرنسيين بول بوجبا على مرتين وزميله أنطوني مارسيال من ركلة جزاء، وكذا جيسي لينينغارد، في حين بصم على هدف الزوار الشرفي الهولندي روبن فان بيرسي. في العاصمة الإيطالية أخفق ذئاب روما في تحقيق الفوز على ضيف أوستريا فيينا النمساوي، حيث أهدر الفريق المحلي فوزا كان في المتناول عندما تقدم على ضيفه المغمور أوستريا فيينا النمساوي ب3 أهداف لهدف على الدقيقة 82 قبل أن تتلقى شباك روما هدفين متتاليين. في إيطاليا دائما وفي مباراة أخرى نجح إنتر ميلان بشق الأنفس في بث روح جديدة في حظوظ التأهل عقب فوزه الشاق على حساب ضيفه ساوثهامبتون الإنجليزي بهدف دون رد. فعلى ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو انتزع أنطوني كاندرييف فوزا ثمينا لأصحاب الأرض بقذيفة صاروخية في الدقيقة 67. مسلسل اليوروبا ليج تواصل وفيه نجا سيلتا فيغو الإسباني من الخسارة أمام ضيف أياكس أمستردام الهولندي عندما تعادل معه بهدفين لمثلهما، وبهذا التعادل وصل أياكس تصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط لسيلتا فيغو ونقطتين لستاندرد لياج البلجيكي المتعادل بدوره بنفس النتيجة أمام الضيف باناتينايكوس اليوناني متذيل ترتيب المجموعة.